السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم الفيديو اللي طلب مني بزاف، وهي الوصفة ديال الحامض المصير بالطريقة المراكشية اللي كتلاحظوا انني كنستعملو بزاف في الفيديوهات ديالي، خاصة في الوصفات ديال الحوت. فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير. وهنا كيف ما كتشوفوا في الفيديو، هذا راه الحامض داز عليه دابا شي عام، حامض بلدي كنت صيرته دابا راه عامين. ولا فيديو اللي كنصور اللي دابا كتفرجوا فيه راه فيديو ديال شهر 3 ديال العام اللي داز. فغادي تلاحظوا معايا في الاخر ديال الفيديو كيفاش غادي يطلع هذا الحامض. هذا راه حامض عادي، هذا حامض بلدي ولا غنخدم به حامض عادي. وداك الحامض العادي ها هو كيطلع دابا من ورا ما حليته غير هاد الايامات. شوفوا كيفاش جا، شوفوا داك العسل اللي كيكون فيه دازت عليه 10 الشهر بالضبط ديال شهر 3 ديال العام اللي داز 2022. فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. عندي هنايا الحامض العادي، غير هو الحجم ديالو كبير شويه، فداك الشعشه غادي ندير ليه، غادي نقسمو هكا على 4 من 2 جوايه. الا كان غير الحامض عادي متوسط كديروا غير من جهه واحده، كديروا ديك علامه زائد. ولا لقيتوا الحامض البلدي غادي يكون احسن. انا ما لقيتش الحامض البلدي، داكشي علاش استعملت هذا. ولكن من الاحسن انكم كتوصيو شي خضار راه كيجيبوه لكم. هنا كنعمروه انا كندير الملحه الغليظه. كنفضل انني ندير الملحه الغليظه على الملحه العاديه، لان الملحه العاديه كتجي مالحه بزاف. والا كنتو كديروا في الوصفات ديالكم فردوا البال مع الملحه، لانه كيجي جامع ما بين الملوحه والحموضه. كندير هكا معلقه صغيره تقريبا ما عمرهاش كلها فلحه. وكنديروا في قرعه ديال الزاج اللي كتكون معقمه، كنغسلوها بما طايب، وتكون من القرعه الزاج اللي كتزيروا مزيان، لان هذا الحامض ديالنا فاش كيوصلوا الهواء راه كيضيع لكم. صافي هنايا كنكملوا الكميه د الحامض اللي عندنا كلها، كنعمروه وكنبقاو نضغطوا. حنايا كنديروا في داك كنديروا الحامض في طاسه الزاج، وحنا كنضغطوا عليه مزيان باش هكا كيطلق لنا العصير ديال الحامض، وهكا كيتغطى لنا داك الحامض ديالنا مزيان بالعصير د الحامض. بالنسبه للحامض ديالنا كنغسلوه مزيان وكنشفوه، ما خص تكون فيه حتى شي قطره د الماء، لا هو لا القرعه ديال الزاج. صافي هنايا كنكمل هاد العمليه حتى كنسالي كاع الحامض اللي عندي. وبالنسبه لهاد الحامض راه كيبقى معكم واحد المده اللي طويله، وقد ما كيقدام قد ما كيزيد يزيان في المذاق ديالو، قد ما كيزيد كيتعسل. انا كنفضل انني كنخليه عام، يعني كنصوب واحد الطاسه هكا الزاج، كنبدا فيها بما كنصوب وحده اخرى. يعني بحال دابا حاليا راني الطاسه دابا اللي كتشوف لها فيديو، يلا جبتها دابا وغادي نصاوب كنخويها. وفي نفس القرعه الزاج كنصاوب وحده اخرى عاوتاني، كتبقى حتى العام الجاي ما كيجي فين كيسالي القديم حتى كيتقاد الاخر. هكا كيكون احسن من انكم ممكن انكم تخدموا به من ورا الشهر. غير كيدوز داك الشهر الاول صافي راه ديك الملحه كتفاعل مع داك العصير ديال الحامض، واخا ما كيجيش معسل مزيان بحال الا خليتوه تعطل، ولكن راه كتخدموا به عادي. غير هو فاش تخدموا به كتهزوا الكميه اللي بغيتو، كديروا فواحد القرعه الزاج كتحطوها. انا هكا كندير كنخليها في الثلاجه، والقرعه الاخرى كنرد لها بلاستيكه. ضروري ديروا البلاستيك، هذيك القضيه ديال ديروا زيت الزيتون او لا البلاستيك كتفاعل. ضروري من البلاستيك باش ما كيوصلوش الهواء. فاش كيوصلوا الهواء كيتصوف ليكم. بزاف ديال البنات صيفطوا لي في الانستغرام وقالوا لي بلي راه كيتصوف ليهم، كيداروا نفس الطريقه ولكن كيتصوف ليهم من الفوق. علاش؟ حيت ما كديروش بلاستيك. ديك البلاستيك راه ضروري منها، هي اللي ما كتخليش داك الهواء كيتفاعل كيوصل للحامض ديالنا. شوفوا هنايا راه كنبقى نضغط مزيان، قد ما كتضغطوا عليه داك الحامض كيطلق داك العصير. خصو تضغطوا حتى بداك العصير ديال الحامض. الا كانت عندكم الكميه ديال الحامض قليله، عصروا الحامض وحاولوا انكم تغطيو الحامض ديالكم بالعصير. هنايا صافي من بعد ما بانت لي انها صافي عمرت كنسدها وكنخليها واحد اليومين. اللي كاين بنات عاوتاني قالوا لك لا ما كيديروش بحال هكاك، راه هي دابا ما كاينش العصير ديال الحامض، ولكن فاش غدوز يومين ها انتم شفتوا كيفاش المستوى اللي كيوصل ليه داك العصير كيبدا يطلق، وداك الحامض كيتقلص الحجم ديالو. فكنعاود كنزيد ليه حاجه اللي مهمه، ان القرعه تكون عامره مزيان، ما نخليوش الهواء منين فين يكون. ونزيدوا لها بلاستيك هكا من الفوق، وكنحتفظوا بها في مكان مظلم ما يكونش كيضرب فيها الهواء. انا كنديرها في البلاكار وكنسد عليها وكتنسايها. واحد الحاجه قلت لكم، كتهزوا منها الكميه اللي كتبغوا تخدموا بها كديروها في الثلاجه، ما تبقى كتغطيوه بلاستيكه وكتسدوها وكترجعوها تاني كتخليوها غير في البلاكار، ما كيطرى ليها حتى شي حاجه. وبالنسبه للوصفات اللي كيتستعمل فيهم، ممكن تستعمل مع الحوت مع الدجاج بزاف، مع الزعلوك. داك العسل اللي كيكون فيه راه كيعاون صراحه، كيجي المذاق ديالو زوين، خاصه مع الكفته ديال السردين
ومع الزعلوك. انا كنحاول انني نضغط هكا مزيان، واخا ما تغطاش مزيان بالعصير، ولكن راه غادي يطلق، غادي يتغطى كامل. صافي كتسدو عليه وكتخليه كديروا ليه بلاستيكه ديال الثلاجه هكا، كتسدوها هكا مزيان وما كتخليوها في مكان ني مظلم. حاجه اخرى، بالنسبه للحامض، من الاحسن يكون الحامض البلدي. هذه ديجا قلتها لكم، فاش كيكون حامض بلدي كيكون النتيجه كتكون احسن. هنايا من ورا ما دازت 10 الشهور انا ما عمري حليت عليه، دازت بالضبط 10 شهور. ها هو فاش حليته كيفاش كيطلع الحجم ديال، كيفاش كيجي اللون ديالو. هذا راه ماشي ضاع، هذا هو الحامض اللي صدق مزيان. يعني كيجي اللون ديالو بحال هكا. كاينه واحد الاخت قالت لي بلي جاها اللون بحال هكا، صحابها واش ضاع؟ لا راه ماشي ضاع، بالعكس كيجي المذاق ديالو بنين. وهنايا في الوقيته ديال البرد كيبان لكم هذا العسل ديالو كيجي ثقيل، مقارنه بداك الاولاني اللي كنت صورت ديك الساعه، كنت صورت في شهر 3. كان العسل كيكون خفيف، ولكن هو راه النفس. غير هو فاش كيكون الوقيته ديال البرد بحال كيجمد. يا سبحان الله، بحال العسل العادي كيجمد. وفاش كتجي الوقيته هكا كيخفف شي شويه، ماشي عاوتاني كيكون خفيف، ولكن كيكون كيخفف شي شويه مقارنه بهكا. صافي كنديرو انايا، كنهز منو الكميه اللي كنبغيها، وكنديرها في قريعه الزاج اللي تكون بطبيعه الحال معقمه. كنغسلها بما طايب، وكندير فيها داك الحامض ديالي، كنحتفظ بها في الثلاجه. هي الطيله بقات برا ديال الثلاجه، زعما ما كنظنش ان غادي يطرى ليها شي حاجه، ولكن انا كنفضل ان مادام ضرب فيها الهواء انها كتبقى في الثلاجه من الاحسن. وبالنسبه للكميه اللي بقات لنا كنحاول انا كنغطيوها مزيان بلاستيك، كنلامس الوجه ديال الحامض ديالي. وداك شوف داك العصير كيفاش كيكون. صافي كنلامس الوجه ديال داك الحامض ديالي، وكنحتفظ به في الثلاجه. شوف داك هنايا راه غير حيتاش البرد داكشي كيجي هكا ثقيل. وهذا كيفاش كتبغيو تستعملوه كتخدموا فيه غير شويه، حيتاش راه هو مركز بزاف وكيكون فيه الملوحه والحموضه بزاف. صافي كتحتفظوا به كما قلت لكم. بالنسبه اللي كتستعملوا كتحتفظوا به في الثلاجه، الاخر كنخليوه في البلاكار. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، غادي يولي معتمد عندكم. انا شخصيا دابا راه شي 4 سنين وانا كنديرو كل عام. كينفعني بزاف بزاف ديال الوصفات، كيجي المذاق ديالو بنين واحسن بكثير من داك اللي كتاخذوا ديال السنقه. نتمنى انكم تجربوه، خليوا لي في التعليق كيفاش جاكم. بالنسبه للبنات اللي ديجا جربوه، خليوا لي في التعليق كيفاش صدق ليكم. البنات اللي بزاف كيكون عندهم معتمد، ما تزيدوش ليه الماء. شحال من وحده كتسولني واش نزيد ليه الماء؟ لا، غير الملحه والحامض فقط، هو اللي كيعطيكم بحال هذه النتيجه. وكتغطيو وكتديروا في شي قرعه الزاج اللي كتكون مزيره مزيان، وكتغطيوه بلاستيك باش ما كيوصلوش الهواء. فكنضرب لكم موعد في فيديو ماجي ان شاء الله. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه او الصفحه ديالي، فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، شاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وبقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه.